حالة من الغضب العارم تجتاح الشارع المصري، وملايين المصريين عبروا عن غضبهم الكبير جدا من الحديث المستفز للفنان والمطرب أحمد سعد مع الإعلامي عمرو أديب، عندما تحدثوا عن أخوه العالم الكبير والجليل سامح. كان أحمد سعد وعمرو أديب بيتكلموا عن إخواته ومشوارهم، وقال: إحنا طلعنا فنانين أنا وعمرو ما عدا أخويا سامح، خاب وطلع عالم كبير. سامح اللي درس في أمريكا، وأمريكا خدته يشتغل عندها هي واليابان، وبعد كده أحمد زويل طلبه إن يشتغل معاه هنا في مصر، وإن مصر تستفاد منه. ولما أحمد زويل مات، سامح خلاص ما عادش ليه شغل في مصر، وإنه يا ريته كان طلع فنان أو ممثل زينا بدل ما طلع عالم كبير وخاب الخيبة ديت، وإنه بيسوق عربية 128 وكل شوية بيعطل بيها، في سخرية كبيرة جدا من أخوه العالم الكبير والقدير سامح، مما أثار حفيظة المصريين. الملايين من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي أبدوا غضبهم الشديد من الفنان أحمد سعد ومن عمرو أديب ومن سخريتهم من سامح العالم الكبير والجليل، وقالوا: هو ده زمن الرويبضة، هو ده زمن الفشلة، هو ده زمن شارع الهرم، وزمن الرقاصين، وزمن المطربين، وزمن التفاهة والهيافة على مواقع التواصل الاجتماعي. اللي بيطبل اكتر ويرقص اكتر هو اللي بنشهر، وهو اللي بيبقى معاه فلوس، وهو اللي بيسوق عربيات، وهو اللي بيركب احدث عربيات، وهو اللي بيبقى عنده شركات، وبيبقى عنده فلل، وبيبقى عنده املاك. اما اللي بيجتهد في حياته وبيدرس وبيبقى عالم، بيبقى مجال للسخرية ومجال للاستهزاء من بعض المفلسين، المفلسين اخلاقيا، والمفلسين ادبيا، والمفلسين علميا. يبقى ما بيعرفش يكتب اسمه في ثانية ينشهر بأغنية أو على موقع تواصل أو في أي برنامج من برامج التواصل الاجتماعي، ويبقى معاه ملايين، وهو جاهل، لا بيعرف يكتب اسمه ولا بيعرف يتكلم ولا بيعرف أي شيء في أي شيء. ومش يسكت بقى وينكتم، لأ، يسخر كمان من الناس اللي بتجتهد في حياتها، والناس اللي بتتعلم، والناس اللي المفروض تتصدر المشهد. الحوار اللي حصل بين أحمد سعد وبين عمرو أديب أعتقد مش هيعدي مرار الكرام. الناس غضبانة، الناس حزينة، الناس زعلانة، الناس بتقول: احنا ازاي وصلنا لكده؟ احنا ازاي عالم يبقى مصدر سخرية ومصدر استهزاء؟ ومن مين؟ من اخوه اللي بيستهزأ بيه، واخوه اللي بيقول يا ريته كان طلع زينا وفلح وبقى مطرب او مغني او فنان، بدل ما يبقى عالم جليل امريكا تتعارك عليه واليابان تتعارك عليه واحمد زويل الله يرحمه يتعارك عليه. ازاي يطلع كده؟ ازاي يطلع فاشل كده؟ معقول وصلنا للدرجة دي من التدني؟ معقول وصلنا من الدرجات دي للفهم الخاطئ للحياة؟ مش معنى انك معاك فلوس. طب ما الرقاصة معاها فلوس ياما، والعاهرة معاها فلوس ياما، والقنوات اللي فوق 18 سنة بره ما اللي بيشتغلوا فيها معاهم فلوس ياما خالص. يبقى دولت معنى كده انهم نجحوا في حياتهم؟ معنى كده ان هم يتصدروا المشهد؟ والعلماء والناس اللي بتجتهد علميا والناس اللي بتتعب في حياتها وما فيش محققتش فلوس، يعني في واحد بيجتهد علميا وبيتعب وبيبذل مجهود وشغلته او وظيفته او ما بتجيبلوش فلوس زي فنان مثلا. يعني احمد سعد البرنامج اللي طلع فيه ده اقل حاجه واخد له من ام بي سي 5 مليون ولا 6، وممكن يكونوا 10 كمان. سامح العالم الجليل طول حياته وممكن يكون شغله ومجهود 20 سنه ولا 30 سنه ما يعملش ال 5 مليون ولا 2 مليون ولا ممكن مليون حتى يوفره بعد مصاريفه، وممكن ما يوفرش حاجه خالص. ولكن ده مش مقياس. المصريين ما بياكلوش من الحاجات ديت. ما تقعدش تقنعهم ان الفنان هو قمة الهرم، ما تقعدش تقنعهم الفنان هو نمبر وان في الحياة. لا 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 لا، ده احنا عشان التفهين ياما عندنا فبنعمله كده، انما الحقيقة غير كده خالص. العالم ده هو اللي هنحتاجوه وقت الزنقة، العالم ده هو اللي احتاجناه وقت كورونا.
كل الممثلين قعدوا على جنب، وكل الرقاصين والرقاصات قعدوا على جنب، وكل الاعلاميين قعدوا على جنب. كلنا بقينا ندوروا على العالم الطبيب، العالم الدكتور، عشان ينقذنا بلقاح او ينقذنا باي حاجه. انما نستهزئوا بقى بالعالم دلوقتي، واحمد سعد يستهزأ باخوه، واحمد سعد وعمرو اديب يستهزئوا بسامح العالم الجليل. ده قله ادب والله، ده مفيش احترام والله. الواحد بيغلي من جوه، اقسم لكم بالله الواحد من جوه في نار قايده فيه لما بيسمع الحوار مره واثنين وثلاثه. مش ممكن هو في كده يا جماعه؟ وصلنا للدرجه دي من الانحطاط، وصلنا للدرجه دي من التدني. عليه العوض ومنه العوض والله العظيم. رجاء الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا.